يا صباح الفل، ده يوم من أيام سنة أولى جواز. تعالوا بقى أخدكم معايا في يومي النهاردة وأقول لكم عملت إيه. اول حاجه كده، اول ما صحيت بقى فتحت الشبابيك وهويت البيت وبدات احضر فطار لنفسي. وبجد فقره الفطار دي بقت من الفقرات اللي انا بحبها قوي، لاني بحب احضر لنفسي فطار بمزاج عشان اقدر اكمل اليوم كده واشوف الحاجات اللي ورايا. فحضرت فطار كده حلو وقعدت افطر. بعد ما خلصت بقى كنت جايبه شويه خضار كده، فقلت اغسلهم بقى كده وارجعهم مكانهم للتلاجة. كمان كنت جايبه بطاطا فغسلتها بقى كده كويس بالفرشه عشان اضمن ان هي نضفت كويس قوي. الحركة دي مهمة جدا لأي حاجة بتكون فيها طينة عشان تنضف كويس. بعد كده بقى بدأت أفضي الحاجة اللي كنت جايباها. كنت جايبة مناديل ففضيتها في العلب بتاعتها، وكنت جايبة ترمس بقى عشان أعمله، فحطيته كده في بولة وحطيت عليه مية وهسيبه بقى منقوع ليلة كاملة. كنت جايبة كمان بقى الميكس ده بيتحط بقى على البيتزا، يتحط على البيض، ممكن تحطوه على المكرونة، بيبقى حلو قوي. كنت جايبة كمان مش كده كله سبايسي. وبصوا بقى كمية الفلفل الهالوبينو اللي فيه بجد حراق جدا. غسلت بقى البطاطا وتعالى اقول لكم على طريقه حلوه قوي. هنقسم البطاطا كده بالنص، وممكن لو البطاطا صغيره تحطوها عادي بالواحده. بعد كده بقى احط عليها شويه سكر، ولازم الطاسه قبل ما احط البطاطا تكون سخنه قوي. وهغطيها بقى كده واسيبها على نار هاديه خالص لحد ما تستوي. كنت عايزه بقى اعمل عصير كركديه، وطبعا اتعودت بنحط كركديه سكر وليمون ونعناع، وبحط عليه الميه المغليه وبسيبه لحد لما تبرد خالص. بعد كده افضيها في الازايز. بدات بقى اعمل الغدا. عملت كده صينيه جلاش باللحمه المفرومه وحطيتها في الفرن. سبتها بقى في الفرن تستوي ودخلت اتفرج كده على التلفزيون شوية. كان مسلسل اشغال شقة شغال، قعدت اتفرج كده شوية. بعد كده بقى قمت عشان احضر الغدا بتاعي. عملت كده طبق سلطة، وهقول لكم بقى ليه انا مش هاكل من الجلاش. لان ماما كانت عندي وجايبه لي بقى وهي جايه ايه سمك مشوي. انا بجد كان بقالي فتره كبيره قوي مش باكل سمك، لان عمر مش بيحب السمك قوي، فبضطر ما بجيبوش علشان مش بحب اكل لوحدي. فحضرت بقى السمك والسلطه بتوعي وسبتهم هما بقى ياكلوا الجلاش. وده بقى كان الباقي من البطاطا ملحقتش اصورها. تعالوا بقى اقول لكم على وصفة تانية خطيرة، وهي وصفة الذرة اللي سألتوني عليها. هنحط ذرة صفرا وانا بجيبها مجمدة من فتح الله، بحط عليها مكعب زبدة. هنشوحها كده شوية بالزبدة. بعد كده بقى نحط التوابل اللي احنا عايزينها. انا حطيت ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشوية كاري، وحطيت كمان شوية عصير ليمون كده، وهنقلبها وكده تبقى جاهزة. وعايزة اقول لكم بقى طعمها خطير. ممكن تحطوا كمان توابل جبنة، تقدروا تغيروا التوابل اللي انتوا عايزينها، بتبقى طعمها تحفة. خلصت بقى وبعد كده كنت عايزة اشرب كوباية شاي كده حلوة بالنعناع، فعملت مج شاي كده كبير وقعدت بقى اشربه. وبعد كده بقى اتفرجنا على التلفزيون، كان مسلسل البخيل وانا شغال وانا بحبه جدا، فقعدت اتفرج وبس كده. يومي يكون خلص. استنوني في فلوج جديد واشوفكم على خير، وباي باي.